تعرفوا إن تصميم سور المتحف الكبير اتصبغ بالصبغة اليهودية؟ تعالوا نعرف الحكاية حصلت إزاي ومصر عملت إيه لما عرفت. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، يلا نبدأ سلسلة حكايات أسرار المتحف الكبير مع رنا العزوي. قبل ما أحكي لكم عن تفاصيل حكايات بناء المتحف الكبير اللي كان أصلا سبب إنشائه هو الصدفة البحتة، خليني أقول لكم سر خطير كان هيغير التاريخ وكان ممكن يتسبب في مشاكل كبيرة بين البلدين وكانت ممكن توصل لحرب. الحكاية إن العدو اللي متعود يسرق كل حاجة مش بتاعته اخترق الشركة الأيرلندية اللي كانت مسؤولة عن تصميم سور المتحف وخلاها تبدل التصميم بواحد تاني مصبوغ بالصبغة اليهودية عشان يأكدوا الإشاعة اللي بيقولوها على طول إنهم هم اللي بنوا الأهرامات. لكن الكلام ده ما حصلش، لأن عندنا أقوى جهاز مخابرات في المنطقة وعندنا لجنة تقييم واعية وصاحية ومركزة، وطبعا كشفوا اللعبة اللي عملها الصهاينة وبسرعة جدا طردوا الشركة الأيرلندية واستبدلوها بشركة تانية. الكلام ده كان على لسان الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. أما حكاية إنشاء المتحف الكبير فدي كانت قدر وصدفة بحتة ما خطرتش على البال لحد. في يوم كان الدكتور والفنان التشكيلي فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بيتغدى في باريس مع مجموعة من الأصدقاء، فاجئوا مصمم الجرافيك الشهير فرانكو ماريا بسؤال غير متوقع وقال له: هتعملوا إيه في المخزن بتاعكم اللي في التحرير؟ يقصد طبعا المتحف المصري بتاعنا اللي في التحرير. سؤال طبعا كان صادم للدكتور فاروق حسني وكان لازم يرد عليه بطريقة تعبر عن وضع مصر الحضاري والثقافي، وقال له: انت ما تعرفش ان احنا هنعمل اكبر متحف في العالم؟ اتخض فرانكو من الكلام وقال له: ايه ده؟ هتعملوه فين؟ رد سيادة الوزير وقال له: هنعمله ناحية الهرم كده. وطبعا كل ده كان رد غيظ وكبرياء من سيادة الوزير، لكن وقتها ما كانش فيه حاجة من ده كله أصلا. ومن ساعتها اتولدت الفكرة اللي خلت مصر في مكانتها الحقيقية، لأن مصر هي الأحق بالريادة العالمية خصوصا في السياحة والآثار والثقافة والعلوم. مصر هي المتصدرة كل ده من آلاف السنين. رجع سيادة الوزير على طول بلغ الرئيس الراحل حسني مبارك، قال له: احنا عايزين يا ريس نبني أكبر متحف في العالم. الرئيس مبارك اعترض وقتها وقال له: هنجيب له فلوس منين؟ لكن سيادة الوزير كان حماسه أكبر من أي حاجة وقال للرئيس: المشاريع الكبيرة بتجذب التمويل. وبالفعل بدأ سيادة الوزير في التخطيط والتنفيذ للمشروع، واللي بالنسبة له كان حلم كبير. وهو بيدور لقى قطعة أرض على مسافة أمتار قليلة من الأهرامات، لكن للأسف كان مبني عليها مقر للقوات الجوية، وعلشان يقدر ياخد الأرض دي كان محتاج قرار من قيادات عليا أو من رئيس الجمهورية شخصيا. فعرض الأمر على الرئيس مبارك، وفعلا راح مع الرئيس مبارك وكان بصحبتهم المشير طنطاوي. وأول ما وصلوا للموقع الحالي للمتحف الكبير قال الدكتور فاروق حسني: وقتها أدركت إن ده المكان المثالي لأنه مرتفع وبيوفر منظر رائع على الأهرامات وهضبة الجيزة. وبدأوا في إجراءات دراسة الجدوى واللي استغرقت 4 سنين وكانت تكلفتها 4 مليون دولار ممولة من إيطاليا. وبعدها أطلقوا مسابقة دولية للهندسة المعمارية وشكلوا لجنة تحكيم بتضم ممثلين من الاتحاد الدولي للمعماريين واليونسكو ووزارة الثقافة. وساعتها اتقدم 1557 عرض من كبار المعماريين حول العالم، تم اختيار 3 منهم وبعدها اختاروا المشروع اللي يتماشى مع الفكرة. واللي ميز المشروع الفائز دمجه الخلاق للأهرامات ضمن تصميم المتحف علشان لما يدخل الزائر للمتحف يشوف الأهرامات بكل وضوح. أما واجهة المتحف كان من المفترض تكون من الألاباستر علشان تضيء المبنى بالكامل بأشعة الشمس، لكن كمية الألاباستر المتاحة محليا وقتها كانت غير كافية وتكلفة استيرادها من تركيا أو اليونان باهظة الثمن. فقرر وقتها الدكتور فاروق حسني إنه يسيب حكاية واجهة المتحف مفتوحة لحتى ما يلاقي لها حل تاني، وبعد كده ابتدى في خطوات التنفيذ للعمل. في البداية مصر حصلت على قرض من اليابان بقيمة 300 مليون دولار قبل للسداد على 20 سنة، بالإضافة لموارد مالية أخرى من داخل الوزارة زي صندوق الآثار وصندوق النوبة ومصادر أخرى. وأول ما بدأ التنفيذ على أرض الواقع بدأت تظهر معوقات وصعوبات، بس علشان نعرفها محتاجين حلقة تانية. استنوني في الحلقة الجاية عشان نعرف الصعوبات اللي قابلت الدولة في إنشاء المتحف الكبير، والأهم إننا هنعرف أهمية المتحف كمركز ثقافي وسياحي وتربوي وتعليمي على مستوى العالم، لأن الموضوع أكبر من إنه متحف اتعمل لجمع قطع أثرية. أتمناكم بخير، تحياتي للجميع.